السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على الفيسبوك. انا طالع النهارده اتكلم معاكم في نتائج مباراة دوري ابطال افريقيا. المريخ يفوز على شباب بلوزداد 1-0، ومباراة القطن الكاميروني والهلال السوداني انتهت بفوز الهلال 2-1، ومباراة الوداد وبيترو اتلتيكو 1-0 للوداد من ضربة جزاء حتى الان. وبكره عندنا ماتشين مهمين في دوري ابطال افريقيا: مباراة الزمالك والترجي التونسي في تونس الساعة 6، ومباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في القاهرة الساعة 9. وعايز اقول لكم على ترتيب المجموعتين بعد هذه النتائج. مجموعة الزمالك: الترجي التونسي 6 نقاط، والمريخ السوداني 4 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، والزمالك بنقطة وحيدة. اما الاهلي فصن داونز ب6 نقاط، والهلال السوداني للاسف ب6 نقاط، والاهلي بدون نقاط، والقطن الكاميروني بدون نقاط. عايز اقول لكم كمان على توقعات تشكيل بكره في ماتش الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، محمد عبد المنعم ومحمود متولي قلب دفاع، علي معلول باك شمال، الو ديانج وعمرو السوليه خط وسط، قفشه رقم 10، احمد عبد القادر جناح شمال، حسين الشحات جناح يمين. وبتمنى ان كهربا هو اللي يبتدي المباراه، لان كهربا هو اللي ليه فاعليه الاكبر على المرمى. في ماتش سموحه احرز هدف وصنع هدفين، في ماتش الزمالك احرز هدف، في كاس العالم للانديه صنع هدف لبيرسي تاو، في مباراه اسوان احرز هدف. عايز من جماهير الاهلي ان شاء الله تدعم الفريق بكره وتسانده. وبتمنى الفوز لنادي الاهلي ان شاء الله على سان داونز، لان احنا موقفنا في المجموعه صعب. احنا لغايه دلوقتي ما عندناش ولا نقطه. وبطلب من جماهير النادي الاهلي انها تساند الفريق، وانا واثق ان شاء الله من الجهاز الفني واللعيبه ان هم هيكونوا رجاله، وان شاء الله نقدر نعدي الازمه دي بخير. وان شاء الله لو كسبنا مباراه بكره ان شاء الله ونقدر نكسب ماتشين القطن الكاميروني، لان القطن الكاميروني هو الحلقه الاضعف في المجموعه، والاهلي قادر ان شاء الله انه يكسب المباراتين، ونكسب ان شاء الله ماتش الهلال السوداني، لان مكسب هلال السوداني ده هيبقى رد اعتبار للاحداث اللي حصلت في السودان. وانا طبعا في النهايه بشكر جماهير النادي الاهلي، وبتمنى ان شاء الله الاهلي يفوز. وبطلب من الجماهير الاهلي انها تدعمني وتشترك في القناه وتعمل متابعه للصفحه. انا طبعا اول مره اعمل فيديو للفيس، ومحتاج دعم جماهير النادي الاهلي عشان الصفحه والفيس يكون عليهم تفاعل. وفي النهايه بشكر جماهير النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.